حبه بواشيش وبزاف عليهم. النظام الجزائري يسطبلوا بزاف عليهم. الاسطبل راني قلت لك فيه نظام، خصوصا دركا لهادو الاسطبلات العصريه. السلام عليكم خوتي اخواتاتي العزاز، نتمنى انكم تكونوا بخير وفي حال جيده ان شاء الله يا رب امين. نتمنى منكم الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم اليوم جبنا لكم واحد الفيديو على واحد جزائري حار اللي كيهضر بالدليل على كيفاش حتى ان الحكومه ديالهم رئيس تبون طاح في واحد المشكل كبير مع الدوله الماليه، فاش استقبل واحد الارهابي مالي محسوب عند الماليين محاسبينهم انه ارهابي، وكيفاش حتى طاحت العلاقه ما بين مالي والمشاكل ما بين مالي والجزائر. سابقا في المسلسل تاع مالي والحقره تعرفوا باللي مالي استدعت اولا الرئيس المعين تبون، كان مقلق في عشيه هكا، كان مقلق. الكاسيدور راكم تعرفوا هما ماشي الكاس تاع ستاربكس، الكاس تاع امور واحد اخرى. الكاسيدور هو وجبار مهنا قال لك واش نديرو، يروح نستقبلوا السي ديكو محمود ديكو. راكم قلت لكم تبوني يحب جماعه الزوايا ومنا استقبلوا السيخونه. محمود ديكو يا خويا قال لك تبون نستقبلوا محمود ديكو. وشكون محمود ديكو؟ محمود ديكو ارهابي مصنف عند السلطات في مالي ارهابي، وتبون نورمال قال لك نجيبو نشرب معاه لاتاي والمقروض وكشغل ما كان والو. المهم بدات ازمه، السلطات في مالي استدعت السفير الجزائري هناك، مسحت به الارض، بهدلته مالي والحقره. هذه كانت الحلقه الاولى. الجزائر استدعت السفير تاع مالي في الجزائر، طلبت الاعتذار وقالت بان مش الهدف تاعنا هو التدخل في الشؤون تاع مالي. تحبس الامور هنا، مالي تستدعي السفير تاعها في الجزائر وتسحب السفير تاعها في الجزائر. تحبس الامور هنا، لا نزيدوا نروحوا لحركه عدم الانحياز. مالي تندد بافعال النظام الجزائري في قمه حركه عدم الانحياز وتستنكر تدخلها في الشؤون الداخليه للدول. حركه عدم الانحياز انا تكلمنا على هذه الامور سابقا، وعلى السريع فقط. النظام الجزائري قال لك احنا نروحوا لاوغندا اللي تبعت لنا الحليب، ومره اخرى كتبوا لنا شكرا اوغندا. كل مره ما نذكروا اسم اوغندا نشكروهم لانهم يبعثوا بودره الحليب للجزائر الجديده. النظام الجزائري قال لك كيفاش نروحوا لاوغندا ما نديروش فضيحه؟ هو ما يصلحش يا صديقي. يا زادوا داروا فضيحه، دخلوا في الشؤون تاع مالي هذه كامل. والناس كانت كامل تنتظر انه النظام الجزائري يبدا ينقص شويه، يحاول كيفاش يسترجع، لانه مالي في حدودنا الجنوبيه، الامور تعرفوا معقده في المنطقه. صارت لنا ازمه مع النيجر من قبل. النيجر تم في قبول خطه الجزائر، فوجئنا باعلان موافقتنا. السلطات في النيجر وقت مريحين شاربين قهوه يسمعوا النظام الجزائري. واش كاين؟ بيان من وزاره الخارجيه غير الخير. وزارة الخارجية الجزائرية تقول بأن السلطات في النيجر قبلت إعلان الجزائر. الله أكبر. السلطات في النيجر قال لك وحنا واحد ما قال لنا. وين صرات هذه؟ قال لك افتجأنا على قلت بن غبريط، افتجأوا معليش. تحبس الأمور هنا صديقي. جاتك مالي من هيه. هو فضيحة ورا فضيحة ورا فضيحة. مالي خلاص طردقوا. وتعرفوا مالي والحقرة 4 حلقات. الحلقه الخامسه واش صرا؟ نسمعوا طراش واش قال حبيبنا. Communiqué numéro 065 du gouvernement de la transition. هذا ماشي شنقريحه. Acte d'hostilité, d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de la médiation internationale. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate une inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. حبيبنا ما يلعبش، قال لهم فورا يعني فورا انهاء العمل باتفاق الجزائر. اتفاق الجزائر ما هو اصلا؟ اتفاق الجزائر هو كان اقتراح لحل الازمه، كان في زمن البوتفليقيه سنه 2015. اقترحت الجزائر حل الازمه الماليه. تعرفوا انه مالي في ازمه منذ 2012. محاولة من الانفصال في شمال مالي في إقليم الأزواد، تدخل عسكري فرنسي بعملية سيرفال، ثم تلتها عملية بركان فيما بعد.
المهم في ذلك السياق الجزائر اقترحت هذا اتفاق الجزائر يعني من 2015، والنظام الجزائري يخدم على اتفاق الجزائر هذا. والمفروض انهم كانوا يحاولوا كيفاش دبلوماسيا يحلوا الازمه مع مالي، هما باقيين حماقه ورا حماقه وتاليها حماقه وتنطحها حماقه وتخبطها حماقه دبلوماسيه من تحت. السلطات في مالي حاولت، استدعت السفير، وبخته، بهدلته، فهمته في الاعراف الدبلوماسيه، طلبت من السلطات الجزائريه انها تتوقف عن الترهات اللي تقوم بها، احشموا على رواحكم، قادروا رواحكم. النظام الجزائري تعرفوا لا وزن لا هيبه لا مواقف، غير الرقصات الدبلوماسيه والامور اللي ما عندها حتى معنى. كي تروح تشوف البيان تاع وزاره الخارجيه دركا السلطات في مالي لما قالت هذا الكلام، انت تقول واش راح تقول وزاره الخارجيه؟ قال لك الجزائر تعبر عن اسفها وقلقها. الخارجيه الجزائريه تظل متقلقه يا خويا، دائما عندهم الضغط. تعبر عن اسفها وقلقها العميق بعد انهاء السلطات الماليه اتفاق السلام والمصالحه في مالي المنبثق عن عمليه الجزائر. واسفك وقلقك انت علاش تروح دير في الكوارث الدبلوماسيه هذه حتى السلطات في مالي اوقفت العمل به. وجاء في بيان لوزاره الشؤون الخارجيه ان الجزائر تحيط بلا بلا. تخيلوا ماذا يقول بيان وزارة الخارجية الجزائرية في الأخير. هنا مخك يحبس، هنا تبدأ ندخلوا في زنقة الهبال كالعادة مع النظام الجزائري. على الشعب المالي الشقيق أيضا أن يعرف ويجب أن يقنع نفسه بأن القائمة طويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع. مع من راك تهضر صديقي؟ دولة الأصل لو كان احنا ولا دولة لا والو، يسطبلوا بزاف علينا. الاسطبل راهو فيه نظام وفيه تنظيم وفيه عمل هكا منظم وكلش. على الشعب المالي الشقيق دول تخاطب دول أخرى. النظام الجزائري قال لك صبر احنا رانا في أزمة مع مالي، واش نديروا باش نهدئوا الوضع؟ هيا عطيونا فكرة. هيا في التعليقات كتبوا لنا فكره هكا باش نخفوا حده الازمه بين مالي والجزائر. والنظام المالي راهو يقول لك راكم تدخلوا في شؤوننا وحشموا على رواحكم وبركوا بلا حماقه دبلوماسيه. البيان تاع وزاره الخارجيه الجزائريه على الشعب المالي الشقيق او مانيش راح ما على باليش واش راح نقول لكم. مرضى عقليين على راس وزاره الخارجيه الجزائريه على الشعب المالي الشقيق. تتخيلوا انتم درك حنا في اطار الازمه مع اسبانيا، لو كان خرج بيدرو سانشيز قال لك والله اخاطب الشعب الجزائري الشقيق واؤكد له العلاقات الاخويه والوديه بيننا. مش وزاره خارجيه او زنقه الهبال. يسطبلوا بزاف عليهم صراحه كما انصار النظام